الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. سهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد فعليه بالعلم. سافر جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر غدوا ومسيرة شهر رواحا لطلب حديث واحد خشي أن يموت دون أن يسمعه، وهو حديث المظالم الشهير. وسافر أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر من مصر إلى الشام لطلب حديث واحد خشي أن يموت دون أن يسمعه. ومحمد بن طاهر المقدسي بال الدم مرتين في طلب الحديث. وقيل للإمام الشعبي أن أصبت هذا العلم يا شيخ؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. علمي معي حيثما يممت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن الصندوق. إن كنت في البيت كان العلم معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. العلم مغرس كل فخر فافتخر، واحذر يفوتك فخر ذاك المغرس. واعلم بأن العلم ليس يفوت من ذاك، أو كما قال الشاعر حتى آخر أبياته الشهيرة. واليوم بهذه المناسبة 5 أكتوبر جزا الله عنا إخواننا في الشؤون الدينية، وعلى رأسهم معتمدها وإمامها، ولا نزكي على الله أحدا ونحسبه كذلك، من الخيرين الأطهار سي عمر أطال الله في عمره، على هذه الالتفاتة، والتي هي ربما بمعية أو برعاية من نظارة الشؤون الدينية، وأيضا بمعية أخينا بلال أطال الله في عمره، والذي هو دائما شاهد وسائق. شاهد وسائق. نسأل الله عز وجل أن تكون كل حركاته في مقام صدق عند ملك مقتدر. يأتي هؤلاء الإخوة إلى الأخ برمان الحسين أطال الله في عمره، لا لمغنم ولا لمغرم ولا لخطبة نساء ولا لأخذ مال ولا لشراء سكن، وإنما ليقال له تحية وخير تحية، لأنه بصم ذات يوم في موطن أو في مكان اسمه علمني حرفا، أو علمني آية، أو علمني ما أقل من ذلك أو كثر. وهم يأتون اليوم ليذكروه بمساره وليكرموه قبل أن يكرمه الباري جل وعلا في جنات عدن عند مليك مقتدر. وسي عمر ربما أيضا باش ما ناخذش الكلمة ثاني، هو ربما راح يكون في عجالة، ربما لديه من الكلام ما يقول، والكلمة إليه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، كما قال أستاذنا الفاضل الشيخ طار. يعني هذه الوقفة التي نقفها اليوم احتراما وإجلالا لورثة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يورث دينارا ولا درهما، إنما ورث العلم. فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن يأخذون نصيبهم من هذا الميراث الحقيقي. طبعا من خلال أستاذنا وشيخنا الشيخ الحسين برمان نكرم يعني كل ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أسميهم ورثة الأنبياء والرسول عليهم الصلاة والسلام. وندعو كذلك من هذا البيت الطاهر، هذا البيت العامل إن شاء الله، الإخوة أن يذكرونا ويذكروا الشيخ بلال بكل من ننساه، من ربما من المدراء، وربما من المفتشين، وربما من المعلمين وأهل التربية وأهل القطاع العام بإذن الله،
احنا رانا فقط يعني قال بدل أن تلعن الظلام أوقد شمعة، نحن أردنا أن نوقد شمعة في هذا الظلام الدامس الذي غيب فيه أهل العلم وأهل الفضل. فالمجال هنا لنذكر بعضنا البعض، يعني ندعو من خلال الشيخ بلال كل من يتذكر أستاذ أو شيخ أو عالم أو مفتش أو مدير أو معلم قرآن، يعني نتصل به لا لشيء، نحن لا نريد كما قالت آية جزاء ولا شكورا، إنما نريد وجه ربنا عز وجل. فإذا أردنا أن نحيي هذا البلد أو ننفض عنه غبار السنون وغبار الجهل، لما نربط الجيل الحالي بآبائهم وبمن كان لهم الفضل في إيصالنا لهذا المكان، ونعرف فضلهم نعرف قيمتهم بهذا الاتصال بهذا الفضل بهذا الشكر بهذا العرفان. ولو أن لا نقول أن الهدية رمزية، لا حاشا لله، بل هو كتاب ربنا عز وجل. هذا الكتاب لما يهدى لإخواننا هذا فقط فضل من الله عز وجل، هذا توفيق من الله عز وجل. أموال الدنيا كلها لا تساوي شيئا أمام ما قدموه لإخراجنا من ظلمة الجهل إلى نور العلم. طبعا أعيد الرسالة، يعني كل من يعرف يتصل بالشيخ بلال، يتصل بالشيخ طاهر، يتصل بنا. احنا لما نزورهم من باب أن نقول لهم شكرا على ما قدمتموه، الله عز وجل يحب الشكر، قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، قال اشكروه يزدكم. سيدنا الإمام مالك لما كان في درسه وقام لطفل صغير وقبله، قيل له لماذا؟ قال إن أباه كان معلما